المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة لمزارعي الإقليم الأوسط للإسراع في الحصاد. إحياء ذكرى مجزرة دقة إتبا. دعوة لتقوية جهود تحقيق كفاءة التعليم في نأفا. ثلاثة قتلى من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى. كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين وتحمل سيول وواشنطن المسؤولية. وارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك بلاس خفض الإنتاج. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي حيلي المزارعين للإسراع في الحصاد توخيا من التلف جراء الأمطار المتأخرة. جاء ذلك خلال تفقده أوضاع المزارع والسدود في 5 أكتوبر رفقة خبراء الزراعة في ضواحي صلوات وعد حوشة وعد حمشة في مديرية قلنفحي. وأعرب السيد الحاكم لدى تفقده أوضاع الزراعة عامة والقمح المحصن خاصة عن أمله لحصاد محصول وفير لاتباع المزارعين إرشادات خبراء الزراعة وغزارة الأمطار. وأوضح خبير تنمية النباتات في المديرية السيد مانويل والدسيون أن جهود رفع إنتاج الذرة والبقوليات والبذور الزيتية تحقق نتائج مرضية من خلال التوعية واستخدام السماد الطبيعي. وذكر المزارعون أن الإرشادات ونصح المهنيون الزراعيون وبذور المحسنة المقدمة زادت من إنتاجيتهم، ويتوقعون حصاد 80 كنتالا من الهكتار الواحد من بذور القمح المحسنة. وقد زرعت مساحة 28,091 هكتارا في الإقليم الأوسط بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية. تم إحياء ذكرى مجزرة دقة إتبا في مديرية هابرو التي قام بها النظام هيلة سلاسي عام 1991 ضد الإريتريين العزل. وأوضح مدير مديرية هابرو السيد فتوي قبل مسقال في مناسبة الذكرى 51 التي تم إحيائها في 4 أكتوبر أن المجزرة الجماعية التي وقعت في 29 سبتمبر عام 1971 أدت إلى مقتل 98 مواطن بطريقة بشعة في غضون 30 دقيقة. وأحرق 126 منزلا مع كامل ممتلكاته وعدد كبير من المتاجر. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم عنسبة السيد سراج حجي الجرائم البربرية التي نفذت في دقة إتبا ومناطق أخرى ضد الإريتريين الأبرياء يعكس سياسات الإبادة التي اتبعها المستعمر الإثيوبي قائلا: نحتاج إريتريا أرضا وليس شعبا، داعيا لمواصلة جهود توثيقها لتعريفها بالأجيال المتعاقبة. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الذي وضع أكل الزهور على مقبرة شهداء المجزرة، قال إن كل مواطن له العهد لتنفيذ أمانة آلاف الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل وجودنا واستقلالنا ومستقبلنا. وذكر المواطنون الناجون من المجزرة أن تأثير المجزرة لا زالت عالقة عليهم، غير أن مشاهدة إريتريا حرة مستقلة بتضحيات أبنائها يأتي فوق كل شيء، منادين للاستمرار في إحياء مثل هذه المجازر كل سنة مع الوقت. شهدت المناسبة فعاليات فنية تبين جرائم المستعمر وصمود الشعب الإريتري وتضحيات الاستقلال. قرية دقة إتبا واحدة من 36 قرية في مديرية هابرو، وتبعد مسافة 12 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من حاضرة المديرية عريتاي. استشهد في 5 أكتوبر الجاري رئيس الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا المناضل تخستيف بايرين إثر مرض ألم به عن عمر ناهز 69 عاما.
التحق المناضل تخس بايري بقوات التحرير الشعبية في العام 1976 وعمل حتى العام 1977 عضوا في الهيئة التنفيذية فرع الإريتريين للاستقلال في أوروبا. وفي الفترة من العام 1978 إلى العام 1979 عضوا بالهيئة الإدارية لفرع اتحاد العمال الإريتريين في أوروبا. وانتخب عضوا في المجلس المركزي والهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لعمال إريتريا دائرة أوروبا في المؤتمر الذي عقد بالعام 1983 ومن العام 1988 وحتى العام 1990 انتخب عضوا بالهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لعمال إريتريا. المناضل تخس بايري عمل في الإدارة الشعبية مسؤولا لقطاع جنوب أوروبا حتى العام 1991. في المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني لعمال إريتريا والمؤتمر التأسيسي للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا الذي عقد عام 1994 انتخب المناضل تخس بايري رئيسا للكونفدرالية وعمل في هذا المنصب حتى تاريخ استشهاده. الشهيد المناضل رئيس الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تخس بايري متزوج وأب ل3 من الأبناء. وتعرب الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا عن بالغ حزنها لاستشهاد رئيسها المناضل تخس بايري وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. جرى اليوم في أسمر إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي تحت شعار لنساعد المصابين بالشلل الدماغي. وأوضحت جمعية المعاقين الذهنية والجسدية أن أهمية إحياء هذا اليوم يأتي للتوعية بالرعاية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. ودعت لتضافر جهود الجميع لرعاية المعاقين بشلل الدماغ مع الأسرة والجهات المعنية. شهدت المناسبة مسابقة معلومات عامة تعكس أهمية اليوم لتوعية بالمرض. تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للشلل الدماغ يحتفى به للمرة 10 على مستوى العالم والمرة 4 على مستوى البلاد. دعا الاجتماع التقييمي للعملية التعليمية في مديرية نعفة لتضافر جهود المعلمين وأولياء الأمور وإدارات الضواحي للدفع بالتعليم. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عبد الله صالح في الاجتماع الذي عقد بمشاركة الشركاء أهمية تبادل التجارب للتعرف على القصور وتصحيحه داعيا لتحسين العمل الإداري في المدارس. من جانبه أوضح مدير مديرية نعفة السيد يعقوب إدريس أهمية إقامة لجان الآباء على مستوى المدرسة والضاحية لمتابعة كفاءة الطلاب وجودة التعليم. وذكر الاجتماع أن السبب الأساسي لضعف النتائج المتابعة المتدنية لأولياء الأمور وعدم اهتمام الطلاب، ويجب القيام بأنشطة توعية وتأهيل المعلمين لإصلاحها. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وقع الهجوم على قوات حفظ السلام بالقرب من الحدود مع الكاميرون في منطقة تعج بنشاط الميليشيات. وقالت الأمم المتحدة إن قنبلة زرعت على جانب الطريق قتلت 3 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من بنغلاديش، وأصابت عدة آخرين في شمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى. وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى مينوسكا إن الهجوم وقع بالقرب من قرية كايتا بالقرب من الحدود مع الكاميرون في منطقة تعج بأنشطة الميليشيات. ولم يتم توجيه اللوم إلى أي ميليشيا بشكل مباشر في الهجوم، على الرغم من أن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى فالنتين روغرا بيزا أدان استخدام الجماعات المسلحة للأجهزة المتفجرة.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيني قصيري المدى باتجاه البحر، مؤكدة أن تجاربها الصاروخية هذه هي الإجراء المناسب للرد على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وخلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، حملت الصين الولايات المتحدة مسؤولية إطلاق صاروخ باليستي كوري الشمالي متوسط المدى حلق فوق اليابان في سابقة منذ 5 سنوات قبل أن يسقط في المحيط الهادي. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي في سيول أن صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقا من مشارف بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان. أكد خفر السواحل اليابانيون أنهم رصدوا إطلاق هذين الصاروخين. وقطع الصاروخ الأول 350 كيلومترا وحلق على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 80 كيلومترا حسب تحليل الجيش الكوري الجنوبي. وحلق الصاروخ الثاني 800 كيلومترا على ارتفاع 60 كيلومترا. ودان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق هذين الصاروخين، مؤكدا أن هذه التجربة السادسة من نوعها خلال أسبوعين غير مقبولة إطلاقا. سجلت أسعار النفط في المعاملات ارتفاعا بعد إنفاق مجموعة أول بلاس على المزيد من تخفيضات الإنتاج ليخفض إنتاج النفط بنحو 2,000,000 برميل يوميا. وقالت السعودية أن تخفيضات الإنتاج التي تعادل نحو 2% من الإمدادات العالمية جاءت ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. من جهتها انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه قصير النظر. وقال البيت الأبيض أنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك بلاس على أسعار الطاقة، في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوي قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار. ختاما لهذه النشرة، هذا أبرز العناوين. دعوة لمزارعي الإقليم الأوسط للإسراع في الحصاد. إحياء ذكرى مجزرة دكة إتبا. دعوة لتقوية جهود تحقيق كفاءة التعليم في نأفا. 3 قتلى من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى. كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين وتحمل سيول وواشنطن المسؤولية. ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك بلاس خفض الإنتاج. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.